لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عندنا فيديو عن العربيات. رايحين نعمل صيانة للعربية، وحبيت اوريكم الصيانة كاملة يعني. وهنعملها وهنشوفها خطوة بخطوة مع بعض. وبس الاول عايز اقول للناس اللي اول مرة تدخل على القناة عندي، يا ريت نشترك ونفعل الجرس، والناس المشتركة يا ريت برضو نفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويا ريت يا جماعه ما ننساش اللايك والشير والكومنت على الفيديوهات عشان نقدر نطور من المحتوى واقدم لكم فيديوهات احسن، ونستفاد كلنا مع بعض ونتبادل خبرات زي ما قلنا يعني. النهارده انا لقيت عندي في العربيه زي ترشيح زيت، يعني امبارح اول امبارح من يومين كده. كنت بعمل بغير حاجه يعني في العربيه. كنت رافع العربية، كنت بعمل صيانة في العربية، فكنت رافعها على الرفعة أو الونش. فلقيت ترشيح زيت تحت عند كارتيرة الزيت، وده خطر طبعا، فلازم نعرف السبب. فدورت على السبب بتاع الترشيح ده، فلقيت الترشيح ده جاي من عند كارتيرة الزيت، كارتيرة زيت الفتيس. فدورت على السبب ده جاي منين، فلقيت ان هو جاي من ناحية الكوبلين. واتضح ان هو ده اللي هو الاولسي بتاع الكوبلين زي ما هم بيسموه الصناعيه، وهو اسمه ايل سيل الكوبلين او الاورنج بتاع الكوبلين، اللي هو ده. هو ده اشتريته، جبت الاصلي بتاع هوندا الاصلي. ده بيتآكل مع الزمن والحراره وكده، فبيبدا يجيب زيت من المكان اللي هو بتاع الكوبلين داخل فيه جوه الفتيس من الجنب. ولو اتساب مده طويله طبعا بيعمل مشكله، لان زيت الفتيس بيفضل ينقص ينقص، وانت ممكن تكونش واخد بالك، لا قدر الله تجيب فتيس ولا حاجه. فاحنا يعني عشان نتلافى المواضيع دي فلازم على طول يتغير. هو غاليه شويه الاورنج الاصليه، بس يعني الافضل ان انت دايما الحاجات اللي هي الرابر والمطاط والحاجات دي تجيبها اوريجينال، زي الفلاتر والكلام ده، اللي هو فلتر البنزين وفلتر الزيت. دول لازم برضو يبقوا اوريجينال زي ما قلنا قبل كده، وانا اتكلمت عن الكلام ده في مواضيع قبل كده. فجبتها ورايح اركبها عند الصنايع اهو. وعندي كمان هو هيعمل لي حاجه بالمره، عندي زي تزييق تزييق بسيط في اليمين والشمال يعني، وانت الدركسيون على السرعه الواطيه او وانت واقف، لما بتيجي تلف يمين وشمال تسمع زي صوت تزييق خفيف كده. ده بيكون اللي هو البلي بتاع البطاحات نفسه بيبقى محتاج يتشحم. في ناس بتفضل انها تغيره، وفي عربيات اصلا بيبقى البلي بتاعها تآكل مع الزمن، بيبقى لازم يتغير. فدي ما بينفعش انه يتشحم. وفي عربيات بيتشحم، بتاع العربيه دي بيتحط له شحم وبيبقى شغال عادي، لانه ما بيبقى البلي نفسه سليم، ما خرجش من مكانه ولا حاجه، هو بس بيبقى خشن واللي هو الشحم بتاعه يعني تآكل مع الزمن برضو. فبيتخرجوا الصنايعي ويشحموا ويرجعوا مكانه. وهنشوف بقى الصيانه دي خطوه بخطوه. احنا رايحين دلوقتي للصنايعي اهو، انا في الطريق. والصنايعي برضو انا بعمل عند نفس الصنايعي اللي انا قلت لكم عليه قبل كده، الصنايعي المتخصص بتاع الهوندا اللي هو محمد. وهبقى احط لكم العنوان بتاعه في اللينك تحت الفيديو في الديسكريبشن، لو حد عايز يروح له، حد معاه هوندا او هو بيشتغل في كل العربيات الكوري. بالنسبه له سهله طبعا، لانه طالما شغال في الهوندا بيبقى بالنسبه له بقيه العربيات الكوري دي سهله. وبيشتغل كمان في بعض العربيات، بعض موديلات الالماني زي السكودا والمرسيدس، المرسيدسات القديمه دي اللي معاه مرسيدس قديمه ولا حاجه، بيعمل لها عمرات موتور وبيظبطها يعني. هو صنايعي بيفهم ما شاء الله عليه يعني. فهنشوف بقى مع بعض وهنا كنت وصلت الورشة بتاعت محمد اللي هو بتاع مستورد صناعي الهوندا اللي كنت قلت لكم عليه قبل كده. وبدأ بقى يشتغل في العربية، وهنا هو بدأ فك المسامير بتاعت المساعد، 3 مسامير في كل جنب. وبيبقى ده الغطا بتاع التوربيدو اللي هو الغطا اللي بيغطي مكان المساعد هنا، وبيبقى فيه كاوتش عشان تمنع التراب كده بشالها، وبيفك ال3 مسامير. بعد كده هنا هو بيفك المساعد من تحت، برضو بيبقى ليه 3 مسامير موجودين تحت، وبيبقى راكب عليه بقى الحساس وكده، كل دي بمسامير بيفكها. ويفضل طبعا انت بتفك الحاجات دي يكون تحطها في علبة او تحطها في اي حاجة جنبك عشان ما تضيعش اي مسمار او صامولة من الاصليين بتوع العربية. وهو ما شاء الله عليه صنايعي سريع وايده حلوة يعني، فما بياخدش وقت في الفك والتركيب بتاع القطع.
وهنا هو لسه بقى كان شغال بالدريل وبالمفك يعني اللقمة بتاعت الدريل من ناحية وبيمسك بالمفك من ناحية وبيشتغل لوحده. هو عامة مع اللي بيساعده بس ابنه الصغير، بس هو ما شاء الله عليه عارف هو بيفك فين وبيروح فين وبيجي منين، وما يعني مش بيخرف او لسه بيجرب او حاجة لسه اول مرة يعملها. هو عارف هو بيعمل ايه يعني، ما شاء الله عليه وربنا يبارك له في صنعته يعني. وفي الجنب ده كمان هيفك السرة بتاعت العجلة القدامانية أو الدشمة القدامانية، هيفكها بس مش هيفكها يطلعها خالص، وهينزلها بس لتحت عشان يجيب الكوبلن من جوه، لأن الكوبلن اللي هيتغير في ناحية الشمال هنا، فهو ده اللي هيفك فيه السرة. الناحية التانية هيفك المساعد بس، وهنا بيفك الناحية التانية اهي ناحية اليمين. هو الكوبلن اللي فيه الأورنج اللي هتتغير أو الأويل سيل اللي هيتغير ده في ناحية الشمال الناحية التانية، عشان كده هو فك السرة بتاعت الناحية التانية. هنا يفك المساعد بس. كده خلص المسامير اللي تحت بتاعت الجنب ده، وبيفك المسامير اللي فوق عشان يطلع المساعد بره خالص. وده ابنه اللي بيشتغل معاه اهو. زي ما قلت لكم هو كان شغال مع واحد من اللي هم اللي زي التوكيل بتاع هوندا كده، بدون ذكر اسامي حد يعني، بس هو حد يعني من المشاهير من مشاهير المراكز بتوع اللي بتشتغل في العربيات الهوندا. وهنا المساعد اهو بعد ما طلع بره. ودي البطاحة وتحتيها البلي بتاع البطاحة، بس لما يتفكوا من بعضهم هوريهم لكم برضو. بطاحة هنا سليمة بتاعتي الحمد لله، الكاوتشات اللي جواها سليمة، لأن هي دي مبوظ بقى. الكاوتشات اللي جواها بتبقى تأكلت يعني مع الزمن وبتعمل دبدبة معاك في المطبات يعني. الحمد لله ما فيهاش حاجة البطاحة. وأما يتفكوا من بعض وهنشوف بقى البلي. هنا ده المساعد اهو بعد ما اتفكك من بعضه وفك منه البطاحة والسوستة، ودي كاوتشة التراب. وده هنا المساعد لوحده بقى فاضي خالص، المساعد اليمين والشمال. وهيبدأ بقى هوريكم برضو خطوة بخطوة وهو بيشحم البلي بتاعه. هنا هو فك البطاحة من فوق البلية، وفك الكاوتشات اللي هي اللي بتبقى داخلة ما بينهم. ودي اللي هو البلي بتاع البطاحات دي، اللي هي الجزء اللي بيبقى جزء معدني كده، والبلي بيبقى داير جواه حلقة كده مدورة، وبيبقى الشحم طبعا مشحم البلي ده، وكل جزء منهم بيبقى فيه شحم. وهو هنا بقى بيغسلهم بالبنزين عشان ينضف منهم التراب والبقايا بقى بتاعت اللي هو الشحم الناشف اللي كان عليها. بيغسلها كويس ويطلع البلي يغسله كل واحدة واحدة وأوريكم كل ده بالتفصيل يعني خطوة بخطوة معانا. وهنا هو بقى فككها من بعضها وشال الكاوتشات، وده البلي اهو اللي جواها، ده اللي هو نضفه برضو كله ومسحه كله وشال من عليه الآثار بتاعت الشحم القديم والوساخة والتراب وكده. بيرجعه كده في مكانه. كل بلية ليها مجرى كده لوحدها وبتثبت فيها، وبعد كده في عليها حلقة معدنية بتركب عليها، وبيملى بقى كل ده شحم، وبتركب عليها الكاوتشة دي وبتتملي شحم. هو الأجزاء كلها بتتملي بينها وبين التانية شحم يعني. وصورت لكم اهو الحلقة اللي فيها البلي واللي بتتشحم من قريب. دي تعتبر سنة دورية يا جماعة، زي ما قلت لكم دي حاجات من الحاجات اللي لازم بتتعمل يعني، خاصة لما يكون عدى فترات طويلة على العربية. وبس زي ما قلنا في بلي او في بعض انواع السيارات بيحتاج ان البلي ده يتغير، ولانه بيبقى فرط من مكانه، بيبقى البلي باظ، وبتبقى اللي هي الحلقات دي نفسها مقاساتها اتغيرت وتعوجت مع الاستعمال وكده، فده بتحتاج تتغير. ولكن في بعض العربيات واغلب الياباني يعني الهوندا والتويوتا وكده ممكن اللي هو تتعالج او تتشحم بس وتشتغل تاني، اللي هي البلي بتاع البطاحات. لكن البطاحة لو الكاوتشات بتاعتها مقطعة لازم بتتغير. بقى ميزانيتك تجيبها اصلية، ده لو لقيت الاصلي يعني اصلا، لان مفيش اصلي. وما انصحش اجيب حد يجيب البطاحات او البلي ده استيراد، لانه ما بيبقاش سليم. لو هتغيره تجيبه جديد. المساعدين بقى لو مساعدين عربيتك غالية هاتها استيراد يعني. وهنا هو بيشحم بقى البلي وكل جزء، وركب بقى الحلقة اللي فوق البلي، وبعد كده بيشحمها كمان، ويركب فيها الكاوتشة ويشحمها كمان، عشان الأجزاء دي كلها بتلف مع دوران الدركسيون. دول اللي بيبقوا الجزء اللي فوق المساعد اللي هو بيتحرك مع دوران الدركسيون يمين وشمال. فلما بيبقى خشن بيسمعك صوت تزنيدة كده في اليمين والشمال مع الطارة. هو جرب حركتها قبل ما يحط الشحم، وبعد كده حط الشحم، وبعد كده بيقعد يلففها كلها مع بعضها عشان ينتشر جواها وعلى البلي كله يعني. هنا بيحط الشحم على الكاوتشة كمان اللي بتركب فوقيهم عشان الأجزاء دي كلها تركب فوق بعضها، وبعد كده يبدأ يدورهم بإيده زي ما قلت لكم كده. هو ركبهم في بعض وركب الأجزاء كلها ببعض والكاوتشة فوقيهم، وزي ما قلت لكم بيقعد يدورهم بإيده كده عشان يخلي الشحم ينتشر في جميع الأجزاء اللي جوه الدوريات دي.
ودي البطاحات يا جماعة، ده الجزء العلوي من المساعد اللي بيتربط في جسم العربية بالثلاث مسامير، واللي بيبقى تحتيه اللي هو البيلي بتاعه المدور التاني اللي كان بيتشحم ده. وده الجزء ده لما بيكون الجلد بتاعه متقطع بتضطر ان انت تغيره، ولكن دي الصدادات بتاعته عادي مفيهاش مشكلة. هو ده اللي بيركب عليه بقى الجزء اللي كان بيتشحم ده، وكلهم بيتحركوا مع بعض. هنا كان بيعيد على المساعدين بيجربهم عشان يشوفهم سلام ولا لا. للأسف طلع عندي المساعدين القدامانيين الاتنين باظوا أو بايظين خلاص متهالكين مع الزمن. واحد فيهم فيه تقويسة أو عوجة اللي هو كان ماسكه من شوية بيجربه ده، والتاني بينزل وبيطلع ببطء. المفروض هو عارف الزمن اللي بيطلع فيه المساعد، او اللي هو المساعد لما بينزل بيطلع ببطء، يعني هو ده الطبيعي بتاعه، او بيطلع في زمن معين، والزمن ده بيكون حوالي حاجة وعشرين ثانية تقريبا، 23 25 ثانية. لو طلع ابطأ من كده ما بيبقاش سليم المساعد. وغير كده تمام ان هو لو في عوجة في الاكس بتاعه ده او كده طبعا ما بينفعش. فهو في واحد في عوجة والتاني بيطلع وينزل بصعوبة. هنا طبعا بيكبس السوست عليها عشان يقفل عليها البطاحة والبلية بعد ما قفلهم في بعض، يعني بيرجع المساعد تاني زي ما كان بيقفله. فلازم حاجة تكبس السوست عشان يعرف يقفلها. وبيربط كده الصامولة العلوية بتاعة المساعد اللي هي بتقفلهم كلهم في بعض بعد ما كبسهم، وبيقرط عليها ويطمن عليها كويس. وكده دي صيانة كاملة لجزء المساعدين. ولكن زي ما قلنا طلع عندي للأسف المساعدين بايظين، ودخلت في ان انا هضطر اجيب 2 مساعدين تاني استيراد، لان انا عايز الاصلي بتوعها. مش عايز اجيب حاجة كي واي بي ولا اي حاجة، لان ما عجبنيش الاداء بتاع الكي واي بي او الانواع التانية البديلة للاصلي. فاضطر ان انا اجيبهم استيراد، بس لازم الاقي حاجة حالتها كويسة. فخليته يقفل على كده لحد ما نجيب طقم مساعدين تاني امامي، وبصور لكم فيديو برضو ليه. واسف على اطالة الفيديو ده، لكن حبيت اصوره لكم خطوة بخطوة عشان لو حد بيعمل صيانة مهمة زي دي، لان دي صيانة مهمة للعربيات، يكون عارف هيعمل ايه والموضوع هيمشي معاه ازاي خطوة بخطوة. يعني إن هو بيعمل عكس ما فك، يعني برضو بيدخل المساعد ويربط يشبط بس ال3 مسامير اللي فوق، يربطهم خفيف كده عشان يمسكوا المساعد. بعد كده بيبدأ يربط المسامير اللي تحت، ويرجع تاني يربط بقى المسامير اللي فوق كاملة، ويقفل الدنيا كده. ويعني عكس ما فك بيربط. وبعد كده بقى هيدخل على الجنب التاني يقفله بنفس الطريقة، ولكن الجنب التاني فيه بقى الكوبلين او الاويل سيل بتاع الكوبلين، وأوريهولكوا هو بيركبه. هنا هو بقى كان بيفك الكوبلين الأول، بينضف مكان الزيت اللي كان مرشح بقى تحت مطرح الأويل سيل ده. بينضف الزيت كله، وانا قلت له امن لي عليه كله ونضف لي كل الحتت اللي كانت مغرقانه زيت عشان ابقى متابعه. وبعد كده بنضفه ببنزين، وبعد كده بيديله بالهواء عشان ينشفه. وبعد كده يطلع الكوبلين من جوه وينضف المكان، ويشيل الاورنج او اللي هي الاويل سيل، ويركب مكانه الجديد. هنا انا صورت لكم من قريب اهو وهو بيخرج الكوبلين من مكانه. طلع الكوبلين اهو، هيغسله وينضفه برضه، هينضف المكان اللي حواليه. وهو بيبقى مايل العربية على الجنب التاني شوية عشان خاطر الزيت ما يدلدقش من المكان ده، لأن الزيت بيفضل ينزل من المكان ده طول ما الكوبلين خارج من مكانه، لأن هو ده المكان اللي بيبقى داخل منه الكوبلين جوه قلب الفتيس. ودي الكاوتشة اللي هي بتبقى بتمنع بقى خروج الزيت من حوالين الكوبلين ما هو راكب. وهي دي الفتحة صورتها لكم من قريب. بيبدأ ينضفها، دي الفتحة اللي داخلة جوه الفتيس. بيبدأ ينضف حواليها ويشيل كل بقى الرواسب والوساخة، ومطرح ما كان الزيت مرشح من الحتة دي هينضفها كويس. وبعد كده دي الاويل سيل او الاويل سي زي ما الصناعية بتسميه، هو ده اللي راكب جوه، ده القديم، هيخرجه ويركب مكانه الجديد. بعد ما المكان اتنضف كويس وتشال بقى منه كل الشحوم والزيت اللي كان لازق فيه، وهيبدأ بقى يغير الاويل سيل. ده هنا بقى الاويل سيل اللي هو القديم اللي كان اللي خرجه من مكانه، ده اللي كان مهرب زيت من حواليه. يعني منكمش بقى ومتآكل مطرح الزمن والاستعمال وكده، والسخونية طبعا اللي بتبقى ناتجة عن تشغيل الفتيس وسخونيته. كل الأجزاء المطاطية والرابر، زي مثلا اللي هو جوان غطا التكيهات والحاجات دي كلها بتتاكل مع السخونية والزمن. فطبعا بتحتاج تتغير كصيانة برضو دورية، أو لو لا قدر الله لقيت في ترشيح زيت من أي مكان. وهنا هو بيركبها في مكانها وبيطمن عليها كويس. وبعد كده حتى يعني يدقدق عليها بشاكوش خفيف كده عشان خاطر يتأكد انها بقت مستوية ودخلت في مكانها مظبوط.
دي كويس، دي حرفة في صنعته يعني، ربنا يبارك له في صنعته يعني. مش هحط الحاجة كده أي كلام وبعد كده ما تطمنش أو ما يأمنش عليها إنها ركبت كويس وبعد كده تبدأ تقرب زيت تاني وأخش أنا في مشكلة تانية. لأن كمان الحاجة قطع الغيار بقت غالية جدا والصيانات بقت غالية، وفي صناعية للأسف يعني بيخرفوا وبيخربوا أكتر ما بيفيدوا. وده حصلت معايا موقف برضو، بس مش مع الصنايعي ده، مع صناعية تانيين مش متمكنين في أماكن تانية، وهبقول لكم عليها في فيديوهات تانية يعني، عشان تاخدوا بالكم من الغلطات دي ومتقعوش في نفس المشكلة. هو بينضف الكوبلين وبيغسله كويس ببنزين، وأمنت عليه الرابر بتاعه سليم الحمد لله، والكوبلين سليم وكويس، وطالما الكاوتشات دي سليمة والإفزان الأصلية دي، هو كان بيشرح لي ساعتها إن دي الإفزان الأصلية والكاوتشات الأصلية وده الكوبلين الأصلي، وطالما مفيهمش قطع ولا حاجة وحركتهم سلسة يبقى تمام، الكوبلين سليم الحمد لله. ده بقى غالي أصلا يعني، تغييره بقى غالي، وحتى لو هتغير راس الكوبلين بس مفيش راس كوبلين أصلية، في بقى اللي هي التعبانة التايواني ومش حلوة ما عجبتنيش، حتى ما في منه ياباني ومش موجود للأسف. انها بتتجاب جديدة، يا اما بتجيب كوبلين كامل بقى كله على بعضه، وده بيبقى مكلف جدا، كوبلين كامل استيراد، ولازم برضو يبقى على الفرازة مظبوط يعني. هنا بيرجع برضو المساعد اللي هو ناحية الشمال بعد ما قفل بقى الكوبلين في مكانه، ورجع المساعد اهو يقفل كل حاجة مطرحها وفي مكانها مظبوط، ويربط المسامير، وبيربط بعد كده الدشمة بقى بتاعة الفرامل، بيعمل كل حاجة عكس ما فك وكده خلاص تعتبر الصيانة دي خلصت. ويا رب تكونوا استفدتوا منها وأي حد يكون ناوي يعمل صيانة زي دي في عربية هوندا أو في أي عربية تانية يستفاد منها ويبقى عارف الخطوات اللي هيمشي عليها كويس. لو حد عايز يروح لمحمد هسيب لكم اللينك بتاع عنوان ورشته تحت الفيديو في الديسكريبشن. وما تنسوناش بقى في اللايك والشير والكومنت على الفيديوهات، وما تنسوش برضو تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وعشان تشجعوني برضو ان انا اعمل لكم فيديوهات تانية. وكل ما اروح اعمل صيانة او اما يجيلي فكرة جديدة عن العربيات او حاجات نتبادلها في الخبرات في الموضوع ده ننزلها ونستفاد كلنا من بعض. شكرا.